صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بفيديو جديد. الحلقة الرابعة يا صديقي من الطريق للتاون 11 ماكس اللي هنرقي فيها ترقيات مهمة جدا زي ما هتشوفوا في الفيديو. حابب افكركم ان من اكبر الاخطاء اللي ممكن تعملها في لعبة كلاش اوف كلانس انك تسيب احد العمال فاضيين وحاول تشغلهم باستمرار على قد ما تقدر. وحابب برضه في البداية انك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، تذكر الله، ويلا بينا على الفيديو. لا انت كده زعلتني منك يا صديقي. انزل تحت اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وطبعا ترزع اللايك الجميل. Help me! Help me! واكتب لي تحت في الكومنتات، هل بتسيب فعلا العمال فاضيين زي كده ولا بتشغلهم اول باول؟ أشوفها بتولع. ويلا بينا على الفيديو. 27 hearts beat. طيب يا شباب، زي ما انتم شايفين كده مواعيدنا مع الترقيات. عندي 5 عمال فاضيين وحتى المعمل فاضي لاني كنت غايب فترة حلوة عن لعبة كلاش اوف كلانس. طيب احنا كل اللي هنعمله بكل بساطة ان احنا هنخش على مخطط الترقيات، نجيب ندوس تعيين كمخطط نشط، نخرج، نبتدي بإيه. طيب ممكن أول حاجة طبعا قناة القبيلة، لو أنا رقيتها هتضيف لنا تعويذة جديدة، فأنا عايز أرقيها بس للأسف إن أنا محتاج الإكسير ده. فكل اللي أنا هعمله هنخش على المتجر، نجيب الأوسمة بتاع الدوري، ممكن نجيب مطرقة المباني نشتريها ب120 وسام، ونخرج ندوس ترقية باستخدام المطرقة إذا خرج ماشي ترقية استخدام المطرقة ده أكيد. ومبروك علينا قلعة القبيلة بقت معانا المستوى الماكس، ممكن ننقلها هنا كده. طيب تمام، دي أول حاجة كانت معانا النهاردة بقى. طيب تعالوا نشوف ممكن نعمل ايه. طبعا الملكة من أهم الحاجات اللي في كلاش اوف كلانس، فاحنا هنستخدم ايه الدارك اللي معانا ونرقيها. الملكة يا صديقي مش الملك. تمام، ترقية للمستوى ال 42. طبعا معانا كتاب أبطال هنستخدمه. طيب بس كده يا صديقي، الملكة بقت معانا المستوى 42، وطبعا هتترقى تاني ب97، بس احنا مش هنوصل للرقية المرة دي، كمان ليفل كمان. ادي معانا كتاب أبطال ومعانا 20,000 من الدارك، وكمان نشوف موجود تاني ولا لأ. معانا 10 هم. تمام كده نرقي الملكة للمستوى 43 والدارك. كتاب الأبطال ترقية. الحمد لله يا صديقي، بقت الملكة معانا الليفل 43 تقريبا. اللي عدى تاون 11 يكتب لي تحت في الكومنتات هل الملكة بتبقى كام ليفل في تاون هول 11. انت قلت ايه؟ انت ولا عملت ايه؟ انت ولا انت قلت ايه ولا بتبقى ماكس يعني بعد كام ليفل. طبعا الملكة أهم حاجة، بعدين الأمر، بعدين الملك. الدفاعات طبعا أخلصها بعد ما أخلص المخازن وأخلص معسكرات التدريب ترقية، بس أهم حاجة طبعا في البداية المخازن هرقيها الأول. آخر مرة لو تفتكروا إحنا رقينا مخازن الإكسير، اتبقى لنا المخزن ده، فإحنا ممكن نعمل إيه؟ نرقي الأول. طب تعالوا قبل ما أرقي المخازن ممكن نشوف إيه اللي معانا في المعمل. فين المعمل؟ ده أنا عامل التصميم ده عشان يسهل عليا الدنيا دي. في الآخر برضه أتلخبط أدور على المعمل. A few moments later. هو المعمل المفروض ما يتحطش الناحية التانية، بس يلا تمام. ندوس بحث. محتار بقى، مش عارف ان انا ارقي ايه بالظبط. احس ان انا عايز ارقي الهيلر عشان الملكة الماشية، وان انا ان شاء الله هنعمل سلسلة حلوة قوي عن الملكة الماشية، ولا ارقي البالون لانه مهم تاني. بص، عشان عايز اجرب الالكترو دراجون في استراتيجيات وكده، فهنرقي الالكترو دراجون. احنا كده شغلنا المعمل بتاعنا. طيب تعالوا نستخدم مليون هنا عشان نرقي مخزن الاكسير. طيب ترقية هننقله الناحية التانية، طبعا هياخد 2 يوم، هننقله جنب اخواته الناحية التانية. تمام كده هنيجي على مخازن الذهب، لازم تترقى برضه. طب الرقاة ازاي؟ مش معانا اي مبلغ خالص. طيب تمام، احنا هنخش هنا هندوس هنا على الخزينة. خزينة جمع، معانا 3,619,000. ماشي حلو. تمام بقى معانا 4 مليون نقدر نرقي بيهم الأربع مخازن. دوس ترقية، 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 كمان ترقية. طيب هننقلهم بقى الناحية التانية. كده النهارده يا صديقي نبقى احنا عملنا ايه بالظبط. اول حاجه رقينا قلعه القبيله، ورقينا الملكه رفعناها 2 ليفل، ورقينا مخازن الاكسير ومخازن الدهب بتاعتنا، وعملنا الالكترو دراجون خلينا يترقى لليفل 2 في المعمل بتاعنا. نهجم هجمه بالجوبلين، طبعا نخلي الجيش كله جوبلين لانه بيساعدني في الهجمات. تعالوا نطلب الدعم بتاعنا، ندوس هنا تعزيز، نقول اللي هاخده الاله بس، ندوس الشراء. الجيش بتاعنا جاهز. الاول اجهز جيش كمان، ندوس هنا تدريب.
بحث. طبعا زي ما انتم شايفين الخصم ده قدامكم تقيل شويه، بس هنهجم عليه برضه. طيب هنعمل ايه بالظبط؟ اول حاجه هننزل الملك من هنا، هننزل الآلة كده تمام على السنية تفتح لنا الاسوار. ممكن نستنى بس دقيقه واحده اول ما تفتح لنا السور من هنا. اول حاجه طبعا هنلعب عليها ان احنا ناخد ايه البيت. تمام، اول حاجه مستخرجات الاكسير اللي بره هنا دي هناخدها بسرعه. تمام، وادي هنا وادي هنا، هنا في ادي 1 2 3 4 5 6. احلى حاجه في الاستراتيجيه دي بقى انك ما بتخافش وانت بتهجم. ده طلع لنا دعم. طيب ان شاء الله خير. اول حاجه ندوس هنا نشوف. ماشي يجروا. ندوس هنا واحده تسريع كده بسرعه. ما عملوش اي حاجه خالص. طيب هنا غضب، واحنا عشان برضو ايه ما نخسرش الهجمه دي. انا وراك يعني، انا مش ورايا حاجه. تمام، يا انت النهارده لازم ناخد البيت يا جدعان، مش عايزين نخسر اي حاجه. طيب الحمد لله خدنا البيت بكل سهوله وخدنا موارد حلوه. ممكن ننزل هنا دي 1 2 3 4، ننزل بقى كل اللي معانا ونجيب الكيش ده هنا الملكه كده. ها يلا خربون. مدوا بقى، عايزين ناخد شويه دارك محترمين. طيب دول اخر 2. نهدف اخر تعويذ القفز معانا هنا مثلا، وخدنا كميه برضو محترمه من الدارك. 36% مع نجمة واحدة. ندوس إنهاء. موارد محترمة إلى حد ما. ندوس طبعا العودة للصفحة الرئيسية. أحلى حاجة إن الجيش ما بيكلفكش حاجة. طيب يا شباب خدنا مكافأة النجوم. طيب يا شباب ده كان نهاية فيديو النهاردة، واللي فيه رقينا قلعة القبيلة للمستوى الجديد، ورقينا الملكة 2 ليفل لحد ما وصلت للمستوى 43. رقينا مخازن الإكسير، مخزن الإكسير الباقي، ورقينا مخازن الذهب للمستوى 12. وفي المعمل طبعا فعلنا الإلكترودراما. كل اللي أنا عامله دلوقتي إن أنا أرجع القرية لشكلها الأساسي تعيين كمخطط نشط. وهنرجع تاني ندوس هنا تدريب. بس ده كان نهاية فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تدوسوا لايك، تشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.